من بينهم أوناحي. ترانسفير ماركت يعلن أسعار نجوم مونديال 2022. أعلن موقع ترانسفير ماركت أسعار بعض اللاعبين الذين تألقوا بصورة ملفتة في نهائيات كأس العالم 2022، ومن المحتمل أن يكونوا على رأس اهتمامات الأندية الكبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2023. ويساعد موقع ترانسفير ماركت الألماني الأندية ووكلاء اللاعبين في عملية تحديد القيمة المالية لكل لاعب في السوق، وفقا لمستواه الفني والبدني، وتاريخ إصاباته، ومجموعة أخرى من الأرقام والإحصائيات المستخلصة من المباريات التي لعبها على الصعيدين الدولي والمحلي. ومن ضمن اللاعبين الذين اهتم بهم موقع ترانسفير ماركت، نجم الوسط المغربي عز الدين أوناحي، الذي تلقى إشادات غير عادية خلال مشاركته مع أسود أطلس في مونديال قطر من جانب المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي، ومدرب نادي روما الإيطالي جوزيه مورينيو. ترانسفير ماركت يركز على نجوم المغرب. ركز موقع ترانسفير ماركت على اللاعبين المغاربة أكثر من غيرهم من لاعبي المونديال، فمن المنتظر تنقلهم بين الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الشتوي بسبب تحقيقهم لإنجاز التأهل لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ أفريقيا. وينشط عز الدين أوناحي بين صفوف نادي أنجيه الفرنسي، ويقال أن سعره قبل كأس العالم لم يكن يتجاوز €1,000,000، لكن بعد المستوى الذي ظهر به في البطولة، وصلت قيمته السوقية إلى €3.5 مليون حسب تقييم ترانسفير ماركت. وشارك عز الدين أوناحي في 7 مباريات مع منتخب المغرب في المونديال، آخرهم كان ضد كرواتيا كلاعب بديل خلال الشوط الثاني، ويبلغ اللاعب 22 عاما فقط. وبحسب ترانسفير ماركت، وصل سعر الجناح الأيسر الموهوب سفيان بوفال إلى €8 ملايين، ومواطنه لاعب فيورنتينا الإيطالي سفيان أمرابط وصلت قيمته لام €10 ملايين. ولم يبالغ الموقع الشهير في عملية تحديد سعر حارس مرمى منتخب كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، الذي قاد بلاده لعبور اليابان والبرازيل في الأدوار الإقصائية من المونديال. ويعتقد ترانسفير ماركت أن سعر ليفاكوفيتش الذي ينشط حاليا بين صفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي لن يزيد عن €9 ملايين، فقد استقبلت شباكه 7 أهداف في كأس العالم، وحافظ على نظافة شباكه في مناسبتين فقط أمام المغرب وبلجيكا في دور المجموعات. وكان أعلى تقييم يضعه موقع ترانسفير ماركت يخص أحد نجوم مونديال 2022 من نصيب لاعب الوسط الهولندي الشاب كودي جاكبو، صاحب 23 عاما و3 أهداف في البطولة من 5 مباريات. ووصل سعر لاعب أيندهوفن الهولندي لام €45 مليون، وهو نفس المبلغ المعروض على إدارة ناديه من جانب مسؤولي مانشستر يونايتد. جاء من بعد جاكبو في أعلى نجوم مونديال قطر قيمة سوقية لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، حيث وصل سعر صاحب 21 عاما لحوالي €35 مليون.